مساء الفل. انا احمد عزوري، مستشفى الاوبل، وده اول ظهور لنا فاحنا في شهر طوبة الجميل، فطبعا احنا كلنا متكتكين. النهارده بقى جايين باسترا جي. بقعد باكل استرا جي بقى عن الفتره الاخيره دي بقى من مشاكل الميه، ومشاكل خراطيم الميه، ومشاكل تسريبات الميه، ومشاكل الطحينه. كل ده في جنب كده، ومشاكل بقى السيليكون اللي بيخش جوه دايره الزيت ويقفل الدنيا عند البلف بتاع الزيت، وشغلانه كده ما يعلم بيها الا ربنا. فاحنا يعني وصلنا لمرحله طالعين نقول للناس نبوس ايديهم، بلاش سيليكون يا عم، اشتغل بسيليكون بس اشتغل بسيليكون على الهادي، بلاش محاره. احنا مش عايزين محاره. المحاره دي في الاخر بتنزل جوه دايره الزيت وبتكتم عينات الزيت، والناتج بيكون عباره عن صوت الموتور والعربيه دايره، تحس ان انت واقف جنب عربيه ديزل. وبالتالي التشخيص المبدئي لاي حد بيسمع صوت الموتور ده يقول له التروس بتاعتك بايظه، احنا محتاجين نغير ترسيل. ازيد معاليك من الشعر بيت ان النهارده الجي ام الشمال مفيش اكتر منه، سواء كان بقى في تروس، سواء كان في خراطيم، سواء كان في كوبايات، سواء كان في اي حاجه يعني. كله النهارده بنسبه يمكن لا يزيد عن 50 60% من البضاعه الجي ام الموجوده في السوق عندنا الناحيه الشمال. وهكذا برضو بعض البراندات الاخرى برضو معديه مشهوره برضو زي بوش مثلا، معديه الجنب الشمال. فدي من الحاجات اللي احنا برضو عايزين ننبه عليها ونقول للناس خد بالك، هتروح تشتري ترسين جي ام، هم في الطبيعي سعرهم معدي ل 14 15000 جنيه، وتلاقي واحد بيعرضهم عليك ب 10000 جنيه. الموضوع مش لوجيك يعني، خد بالك بس عشان خاطر ما تروحش لفكره السعر القليل. واحد بيعرض عليك جوان غطا تكيهات هو مثلا سعره في الطبيعي 1000 جنيه مثلا وليكن يعني، وبيعرض عليك هو ب 500 جنيه، وجي ام هو طبيعي. فنصيحه للناس اللي بتروح في السكه دي، بلاش تروح في الجي ام اللي مش معروف مصدره. ده بس معلومه كده على الهامش كده. نرجع لكلامنا الاساسي تاني عن حاره السيليكون اللي بينتج عنها سدد في اللاين بتاع الزيت، وبالتالي صوت الموتور عالي، وبالتالي حضرتك بتروح لفكره عايزين نغير ترسين كامل، اذ فجاه كده تروس الكامل بتبوظ عندك. الناس ما بتبقاش واخده بالها ان هي قبل ما تعمل الموضوع ده او قبل ما يحصل عنها الموضوع ده كان لسه مغير مثلا جوانات كولر مثلا، او كان لسه مثلا مغير جوان وش تقسيمه مثلا يعني. وبالتالي نتج عن المحاره اللي حصلت وهو بيغير جوانات الكولر او جوان وش التقسيمه، سيليكون نزل في اللاين بتاع الزيت وقفل لاين الزيت، وبالتالي قعد عند بلف الزيت ومش هيعدي من بلف الزيت، لان هو عباره عن بلف بليه مش هتعدي حته السيليكون اللي عامله قد كده ولا قد كده، مش هتعديها. فبالتالي هتروح واقفه في زور البلف ومش هتعدي، وبالتالي كميه الزيت اللي هتطلع للكمات فوق هتبقى كميه ضعيفه جدا. هتحس ان العربيه عندك مش واصل لها زيت في التروس، وهكذا. وتعيش في الفكره بتاعت هنغير تروس، لا مش هنغير تروس، لا اصل البلف، لا اصل الترس. فنصيحتي ليك علشان ما تخشش في القصه دي، حاول ان انت قبل ما تغير تروس الكامه تغير البلف، او يا سيدي مش عايز تغير البلف وعايز تتست شغلك قبل ما تحط بلف جديد، شيل البلف خالص، شيله وتست الصوت بتاعك. ما بقاش فيه الجيت اللي هي عباره عن بلف الزيت. بلف الزيت ده هو عباره عن جيت بتعدي الزيت، فبالتالي احنا هنشيل الجيت دي اصلا. حته الباب اللي واقف ساند لنا الدنيا ده هنشيله، وجرب عربيتك الاول قبل ما تعمل اي حاجه. لقيت الموضوع ظريف وظبطت والصوت منع والدنيا جميله، خلاص انت عرفت مشكلتك فين، حط بلف غير البلف وريح نفسك خلاص. مبروك عليك، انت طلعت من مشكله التروس، والحمد لله ربنا عداك بالسلامه. نروح بقى للفكره بتاعت تروس الكاما الاستيراد. تروس كاما استيراد يا جماعه مفيش، ما عنديش، ما تحلمليش. النهارده الشورت بلوك عامل حوالي 45000 جنيه، لو جيت قطعته مش هيلم ال 45000 جنيه. عشان يلمهم مبدئيا هنحسب ترسين الكاما دول ب 15000 جنيه عشان نلم حق الشورت بلوك اللي هنقعد نلم فيه مثلا وليكن شهرين ثلاثه. فمن باب اولى ان انا اطلع الشورت بلوك على بعضه حتى لو قعد جنب شهرين ثلاثه، هو همسك فلوسه مره واحده بدل ما تقعد تتقطع مني 15 هنا و10 هنا و20 هنا. ده بالنسبه لفكره تروس الكاما. اما عن فكره الكولر وجوانات الكولر والطحينه، فمؤخرا ظهرت البراندات اللي ما يعلم بها الا ربنا، سواء كانت بقى من الخامات المصري المضروبه او من الخامات الصيني اللي ما يعلم بها الا ربنا.
وتلاقي ان العربيه كل شويه رايحه جايه رايحه جايه. جت علينا فتره حلوه قوي 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 ما كانش في خامات في السوق بالنسبه لجوانات الكولر، وكانت الخامات اللي موجوده في السوق قليله جدا، وكنا شغالين بخامات تركي غصب عننا، ما كانش فيها، ما كانتش افضل حاجه، لكن الحمد لله يعني كانت ماشيه الحال شويه. الفتره الاخيره الحمد لله يعني وجد جوانات كولر ببراندات محترمه زي الفيبي، وان كان في منها شمال وفي منها يمين. فخلينا بس نقول ان جوانات الكولر الفيبي محترمه جدا وشغاله كويسه جدا جدا. ايرلينج عامله جوانات كولر محترمه جدا 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 جدا. سعرها غالي شويتين لكن محترمه جدا. نصيحتي بقى ابعد عن الحاجات اللي هي الجي ام اللي عليها كتابه غريبه عجيبه، علامه مائيه غريبه عجيبه. ابعد عن الاس ال اللي ما يعرفش يعني جت من امتى وراحت فين وجت منين ومكتوب عليها ميد ان يو اس اي. لسه يعني يو اس اي لسه بتصنع جوانات كولر يعني انا عايز اقول ان ممكن تكون غينيا الاستوائيه يعني بطلت تصنع جوانات كولر اصلا. ففكره ان انت تروح تجيب جوانات كولر ميد ان يو اس اي ده ما تحلم يعني، لما تلاقيها كده اعرف ان هي غلط، يعني في بعض من اللوجيك يعني. ففكره جوانات الكولر خليك يعني في براند محترم في خامه محترمه. الخراطيم النهارده الخراطيم الميه وصلت لاسعار خزعبليه مع البراندات المحترمه زي الجي ام. وصل يعني خرطوم الميه الرفيع الطويل هو المشهور عموما في الاوبل استرا من الكوع على البوابه، فده وصل سعره النهارده في الجي ام ما يعادل 1850 جنيه 1800 جنيه. ده رقم كبير جدا في خرطوم زي ده اصلا. فاحنا بننصح الناس دايما روح لبراندات افتر ماركت محترمه، والحمد لله احنا في مستشفى الاوبل هنا بنوفر براندات محترمه سواء كانت من الخراطيم او الجوانات او الاويل سيلز. بالمناسبه احنا هنا في مستشفى الاوبل بنتميز بفكره الاويل سيلز او الجاسكت او الجوانات، اي جوانات، فاحنا الحمد لله متميزين فيها ببراندات محترمه جدا 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 جدا. ممكن نكون اغلى من الاصلي اللي هو الجي ام، لان احنا الجاسكت بتاعتنا بتكون ميد ان جيرماني بجد. الجونات الجي ام او الاويل سيدز اللي بتبقى جي ام بتبقى ميد ان كوريا، طبعا مع اختلاف الخامه مع اختلاف المنشا، فطبعا هتلاقي في اختلاف سعر. ان هنا البراند اللي احنا شغالين بيه ده هو البراند الاساسي اللي الموتور او العربيه بتتصنع بيه اصلا. يعني لو حضرتك مثلا بتفك الموتور بتاعك لاول مره وبصيت على الجوان غطا التكييفات مثلا اللي هو الازمه المعضله في كل العربيات الاوبل استرا عموما، عندهم ازمه في جوان غطا التكييفات. كل العربيات بتجيب زيت من جوان غطا التكييفات. لو رحت البراند محترم زي الفيكتور رينز، وخد بالك برضه عشان الفيكتور رينز في منه شمال في السوق كتير. لو رحت البراند محترم زي الفيكتور رينز بقى وجبت منه فعلا جوان اصلي، هتلاقي ان هو اللي نازل فيه الفابريكا بتاع العربيه مخدوم ومطبوع فيكتور رينز. لو حضرتك حابب انك انت تريح دماغك من فكره تسريبات الزيوت فتنورنا في مستشفى الموضوع الحمد لله منتهي تماما. اخيرا بنعتذر لكل العملاء بتوعنا اللي كانوا دايما بيشتكوا من نقص الميه بسبب كليهات الميه، بسبب الخامه بتاعت كل الميه سيئه جدا وبتفك بعد ما بنعمل عمليه الرباط للكليه، وبتمشي العربيه اسبوع 2 3 بترجع العربيه تنقص ميه تاني بسبب خامه الكليهات اللي كان يعلم بيها ربنا. فاحنا الحمد لله مؤخرا حلينا المشكله دي بفضل الله بعون المولى الحمد لله رب العالمين. وصلنا لسبلاير محترم جدا في حته كليه الميه، وان كان حاجه تافهه جدا الا ان هو حاجه مهمه جدا جدا جدا. واغلب مشاكل العملاء اللي كانت عندنا مع دوره الميه كانت بسبب كليات الميه. فاحنا وصلنا لسبلاير محترم جدا وبراند ممتاز جدا جدا لموضوع كليات الميه ده، ونوعدكم بان مش هتشوف اي مشاكل من كليه الميه، هتشوف كليه الميه مختلفه تماما عن ممكن تكون تشوف السوق كله، مش هيصرف عندك ميه تاني معقد. نهايه الفيديو اقدر اقول لك ما تنساش حضرتك تعمل لايك للصفحه بتاعتنا على الفيسبوك مستشفى الاوبل احمد العز بالعربي، وسبسكرايب للشانل بتاعتنا على اليوتيوب مستشفى الاوبل احمد العز بالعربي. ما تنساش تتابعنا على التيك توك مستشفى الاوبل احمد العز بالعربي. ان شاء الله هنكون متواجدين الفتره اللي جايه بشكل احسن من كده باذن الله، وسابقونا على التصوير. باي باي.